فلازم انت طبيعي بما ان كرة القدم بتخش كل بيت لازم تشرح وتبقى صادق. طبعا اللي بيحصل بهذه الظاهرة الشذوذ الجنسي لازم يبقى فيه تربية وفيه تعليم للشباب الطالع. احنا بنتكلم على اقوى دوري في العالم من الناحية الفنية، انما في ظواهر لا تناسب العقيدة بتاعتنا ولا تناسب ديننا. ده اكبر عقوبة حصلت في التاريخ وذكرها القرآن قوم لوط، فخسفنا به وبداره الارض فجعلنا عليها سافلة. فتقول لك اللي قبل كده الظاهرة دي ما كانتش، تقول لك سيبها ما نتكلمش عنها وبتاع، لا بقت فجر، الظاهرة بقت فجر وموجود. فلازم ويحسب كثير من اللاعبين المسلمين في البريمير ليج عدم المشاركة مع ما يحدث صح في هاتين الجولتين. ده دور اللعيبة المسلمين والعرب ودور العلماء والشيوخ، لأن هذه الظاهرة تغلغلت في مجتمعنا. وبعدين دي من ظاهرة عكس فطرة الإسلام، عكس فطرة الإسلام وعكس فطرة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. فأنت بالظاهرة دي مش بتكرم، ده أنت بتهين بني آدم. فخلي بالك الناس مباريات رياضية، خلي بالك أنت بتخش مباريات رياضية ورسائل رياضية بتخش كل بيت. فدور الأب والأم والأخ ومحمد والدكتور طارق صد على هذه الظاهرة التي لا تناسب الإسلام وضد الفطرة وديننا، وكل الأديان بتنتهكها وبتحاربها. فخلي بالك ده دورنا. وأتمنى وده اقتراح على الهواء، ما فيش ترتيب ما بيني وما بين إدارة القناة في السنين القادمة، في الجولتين دول لايف من غير استديوهات، وتطلع على صفات الحكم. سيبك بقى، انت مش ضامن اللي بيحصل في المباريات وبيحصل في اللعيبه وبتاع، فده اقتراح ممكن يقبل يناقش يرفض، انما دورنا ان احنا نتصدى لهذه الظاهره، لانها ظاهره خطيره وبقت فجأة والعالم ما بقتش تختشي. لا يقول لك حقوق الانسان، لا مش حقوق انسان، ده انت عكس الانسانيه. ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك والاديان بتكرمك، وانت تهين نفسك ويقول لك حريه وحقوق انسان. لا، لازم نتصدى. ودورنا احنا كاعلاميين كمحللين، ودور الشيوخ والعلماء، مش دورنا احنا بس، دور الناس الموجوده اللعيبه الموجوده. انت دورك كبير ومش رساله كوره فقط، لا انت بتدافع عن حاجه قيمه وحاجه بتزود وبتبروز الانسان. لان زي ما بقول لك كل ما الناس تسكت يقول لك زيد فيها، لا مش زيد فيها، لا طبعا. احنا موجودين، كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر لابد من ان احنا ننهيه، وفي نفس الوقت بنحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا في ظل دوري قوي. احنا بنشيد بالظواهر الحلوه، لا للعنصريه والحاجات الخيريه الملاعب الجميله واللعب الحلو، انما الظواهر التي لا تناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا لازم نقف لها وتصدد لها. لان احنا هنا موجود في كاس العالم 2022 يقول لك ما انتوا هتبيحوا الخمر وهتبيحوا الناس لا يا حبيبي، انت جاي في دوله اسلاميه زي ما احنا بنحترم عاداتها وتقاليدها. طبعا زي ما احنا بنحترم، ما بنروح نحترم قوانينك وعاداتك وتقاليدك. انت جاي هنا في دوله عربيه اسلاميه لازم تحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها، وده قيمه كبيره. مش رياضه بس لعب كره 11 ضد 11 وحاجات فنيه، لا، في رسائل اخرى، والرسائل الاخرى رسائل مهمه. زي ما احنا بنحلل الكره، لازم الرسائل الاخلاقيه الموجوده والعادات اللي غير عاداتنا وتقاليدنا وما تناسب لا تناسب ديننا لازم نتصدى ليها. معلش ازعجت الساده المشاهدين، انما ده كان حاجه جوايا وحاجه بنتي ظهرت او ناقشتها قدامي في مباراه برايتون وليدز، فحبيت ان انا اتكلم فيها